حبايبي قبل ما يبدأ الفيلم تعالوا نصلي على النبي الأول، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم فيلم جميل جدا وهيعجبكم جدا جدا ومليان بالأكشن والإثارة. فعلا الخيانة وحشة جدا، وأصعب حاجة على الإنسان لما يلاقي الشخص الوحيد اللي حبه في حياته هو اللي بيخونه، وهو اللي عاوز يدمر حياته ويخلص منه. طب لو عاوزين تعرفوا أنا بقصد أقول إيه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الآخر ويلا بينا. يبدأ فيلمنا بفيرو وهو بيقول لكولاكارني وأخوه سنباد إحنا لازم نقتل باجوان عشان نقدر نسيطر على السوق، لأن كل حاجة تحت سيطرته هو، ده حتى احنا كمان تحت سيطرته. فبيقول له كولاكارني انت شكلك كده ما تعرفش باجوان، الموضوع مش بالبساطة اللي انت بتتكلم بيها دي. فبيقول له فيرو خلاص نبسطه، وبيعرفوا ان باجوان هيروح يستقبل ابنه منى بنفسه في المطار، وبيقول له انا هستغل الفرصة دي وهحط له قنبلة على غطا بير على الطريق، وهستنى اللحظة المناسبة وهفجرهم وهم معديين من فوقيه. فبيقول له كولاكارني انت جديد في الشغلانة دي، واللي عاوز تعمله ده غلط كبير جدا. فبيقول له فيرو مالكش دعوة انت بس، ورجالتي هيقوموا بالواجب. وبيطلعوا رجالة فيرو على جورو وبيخطفوه، وبيقول فيرو لكولاكارني انا هقتل جاي الاول لان هو قوة باجوان الكبيرة. وبيهجموا رجالة فينو على عربية جاي وبيغربلوها بالرصاص وهي واقفة، ولما بيروحوا عشان يبصوا فيها بتنفجر فيهم، وبيكون جاي نزل منها. وبيقول جورو للمجرم ده نصيحة مني تنفد بجلدك وتهرب عشان تفضل عايش، لان جاي هيجي ومش هيرحم حد منكم. فبيقول له اخي تنيل انت فاكر ان في حد هيقدر علينا؟ وهوب بيوصل جاي وبيفضل يضرب ويقتل فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وبياخد جورو وبيمشوا. تستاهل مش قالك انفد بجلدك. وبيستنى فيرو برجالته على الطريق، واول ما بيوصل باجوان وابنه فوق غطا البير بيضغط ده على زرار القنبله، لكن بيلاقيه مفصول. وبيبص فيرو بيلاقي جاي في وشه وبيفجر العربيه بيه، وبيحتفل جاي وبيرقص من فرحته وبيغني كمان. وبيقول باجوان لابنه ان السياسيين والمسؤولين واسم الشرطه كلهم لهم سلطه هنا، لكن السيطره في ايدي انا، علشان كده الناس مسميني ملك القوه. وبيقول منى لجاي انت ليه ما جيتش تستقبلني في المطار؟ فبيقول له عشان لو كنت جيت ما كناش هنتجمع هنا. فبيسأل باجوان جاي في حاجه؟ فبيقول له لا ابدا كنا هنموت بس يا اخويا. وبيبص كاليكورني واخوه بيلاقوا جاي وجورو داخلين عليهم، فبيتصدموا انهم ما ماتوش. وبيقول له كولاكارني والله انا قلت لفيرو مش هتقدر تعمل حاجه وما صدقنيش. فبيقعد جاي وبيقول له ما تحاولش تكون باجوان تاني علشان ما اقتلكش. فبيقول له بس انت وعدت بعدم قتلي لما انفصلت عن باجوان، وانا عارف انك بتلتزم بوعودك، وبعدين اسمع كلامي واشتغل معايا وانا هغرقك فلوس. فبيقول له لا انا عندي اخلاص ووفاء ولاد اختي لباجوان ولا يمكن اخونه ابدا. فبيغضب سنباد وبيرفع المسدس على جاي، فبيمسكه جاي وبيحط المسدس في دماغه وبيقول له انا وعدت بعدم قتل اخوه لكن ما وعدتش بعدم قتلك انت. فبيهديه كولاكارني وبياخد جاي وجورو وبيمشوا، وبيروح منى يسهر في مالها ليلي، وبيكون مهووس بالرقاصه جانو وبيدخل اوضتها وبيقول لها انت حلوتي قوي عن اخر مره شفتك فيها. فبتقول له ما انا عارف، ولو سمحت بقى عديني لان معجبيني مستنيني بره. وبتخرج تكمل رقص. فجورو بيعاكس جانو وهي بترقص، فبيغضب منى منه وبيروح يخبطه بالازازه في راسه وبيتخانقوا مع بعض. وبيتصل جانو على جورو وبتقول له، وبيرفع جورو المسدس على منى. فبيوصل جاي مع جورو وبياخد المسدس من جراف وبيقول لمنى لو مش عاوز حد يبص لها اقفل الملهى، وبيسيبه وبياخد جراف عشان يخرجوا بره. فبيشد منى المسدس من جاي وبيضرب نار على جراف، لكن جاي بيبعد ايده وبيكون هيتجن وبيقول له يا ابن اللذينه انت كنت هتقتلني بجد؟ لا يا اخويا كنت بهزر. وبيمشوا وبيبعت باجوان لجاي وبيقول له انا ايه بالنسبه لك؟ فبيقول له جاي بعتبرك كل حاجه بالنسبه لي، وانت زي بابا بالظبط، وعمري ما هنسى رعايتك واهتمامك بيا بعد موت ماما واختي. فبيقول له باجوان انا عايزك تهتم بمنى زي ما اهتميت بيا بالظبط وتفضل تحميه على طول. وبيقول جاي لنفسه انا طول عمري بدور على السعاده والحب، وعمري ما تمنيت مال ولا منصب في حياتي ابدا، وبعتبر مشتل الزرع ده تجسيد لذكرياتي. وبيقول جاي لشوتو اللي بيراعي الزرع انا حاسس ان في حاجه ناقصه في المشتل ده بس مش عارف هي ايه. طب لما تعرف بقى قولي. وبتروح سندية على المشتل وبتقول لجاي انت صاحبه؟ فبيقول لها ايوه. فبتقول له جميل جدا بس مين الغبي اللي بيراعي الزرع ده؟ فبيقول لها شوتو. فبتقول سندية لشوتو ان الزرع محتاج حب واهتمام زينا بالظبط. فبيقول لها جاي طب والله انا قايل له نفس الكلام ده. فبيقول له شوتو ما حصلش. وبتكون سندية دارسة علم نفس وبيستعين جاي بيها علشان تجمله المشتل بتاعه، وبتوافق وبتلبس الجوانتي وبتبدأ تنظف له المكان وبتراعي الزرع وبتسقيه وهي بتغني، وفعلا بتخلي المشتل يزيد جمال على جماله. وبينبهر جاي وبيقول لها اطلبي المبلغ اللي انت عاوزاه. فبتقول انا مش بعمل كده علشان الفلوس، لكن انا بعمل كده لاني بحب الزرع وبحب اللي بيهتموا بيه. وبيرجع جاي على البيت وبيلاقي الباب مفتوح. فبيقول لشوتو اكيد جانو جوه، مش قلت لك كذا مره ما تديلهاش نسخه من المفاتيح؟ فبيقول له انا هعمل لها ايه يعني؟ يا عم انا بخاف منها
منها لحسن تأجر حد يضربني. وبتخرج جانو من الحمام، فبيقول لها جاي مش قلت لك كذا مره ما تجيش هنا؟ فبتقول له ما انا زهقت من منى بقى ومش عارفه اقعد في شقتي براحتي وكل شويه ينط لي زي القرد، ما تتجوزني انت وتخلصني من الهم ده. فبيقول لها اتجوز مين يا ماما؟ انت اختي وانا لما بشوفك بحس بالعيله. فبتقول له اسمع بقى، لو قلت كده تاني انا هنتحر وهجيب لك مصيبه هنا. فبيقول لها لا يا اختي وعلى ايه، اتفضلي الحمام اهو وخدي شاور فيه كل يوم زي ما انت عايزه وانا ماشي وسايبها لك مخدره. وبيتكلم اوميجا مع جاي علشان يحل له مشكله في شغله. فبيساله جورو ايه الاحتجاج ده؟ فبيقول له انا امرت رجالتي بقطع الاشجار علشان المصنع الجديد وهم معترضين. وبينهي الكلام وبيسيبه ويمشي. وبيتصل جورو على نارسين وبيقول له هات رجالتك وتعالوا علشان نفض الاحتجاج اللي عند مكتب اوميجا. وبيبص جاي وبيشوف سانديا وسط المحتجين، فبينزل يقف جنبها. فبتمسكه سانديا لافتة وبتقول له قول معانا. فبيقول لها طب هعمل مكالمه وارجع لك على طول. وبيروح يكلم اوميجا وبيقول له لو عاوزني اتكلم مع بجوان واخلص لك شغلك شوف مطالب المحتجين. فبيقول له تمام. وبيجي نارسين برجالته. فبتقول له سانديا انت فاكرنا هنخاف منكم؟ فبيقول لها والله انت ما فيكي نفخه وامشي بقى من هنا بدل ما اضربك. فبتقول له تعالى وريني نفسك كده. فبيروحوا عليها وبيشوفوا جاي وهو واقف وبيشاور لهم بعينيه يمشوا. ففعلا بيمشوا. فبتفرح سانديا جدا وبتقول لهم خافوا مني يا شيخ. فبيقول لها جاي اكيد طبعا ما انت مستقله بنفسك. وبيبعت لهم اوميجا موظف وبيقول لهم احنا هننفذ لكم طلباتكم كلها وادعوا لجاي علشان هو السبب. فبتقول له سانديا انت طب بركاتك يا عم جاي. وبيخرجوا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا وبتضحك سانديا من قلبها. فبيقول لها جاي ايه الجمال ده، ما توقفيش ضحك تاني ابدا. فبتساله سانديا انت بتشتغل ايه؟ فبيقول لها بحل مشاكل الناس. فبتقول له بلطجي يعني؟ وحياة ماما اسفه اقصد مصلح يعني. ايوه كده اتعدلي. وبيدخل جاي الحمام وبيقف قدام المرايه وبيكلم نفسه وبيقول له ده في حاجه يا اخ؟ فبيقول له جاي خليك في اللي انت بتعمله. وبيقول جاي لنفسه انا لازم اتجرأ واقول لسانديا اني بحبها. وبيخرج جاي لكن ما بيقدرش يقول لها حاجه. وبتتكرر خروجاتهم كتير جدا وبيقربوا من بعض اكتر واكتر وبيقضوا مع بعض اوقات جميله جدا. وبترجع سانديا على البيت وبتلاقي اخوها اشوك مستنيها على السلم. فبتدخله وبترحب بيه وبتساله عن العيله. فبيقول لها كلهم بخير. وبيرجع جاي على البيت وبيقول لشوتو على ما اخد شاور جهزي لي الملابس الجديده اللي انا اشتريتها. فبيفضي شوتو شنطه الهدوم لكن بيلاقيها كلها ملابس حريمي. فبيقول لجاي وهو في الحمام انت متاكد ان اللبس ده اللي انت اشتريته؟ فبيقول له طبعا. فبيقول له من امتى وانت بتلبس الملابس دي؟ فبيقول له بقالي سنه. اخصى على الرجوله الله يكسفك. وبيخرج جاي وبيشوف الملابس وبيقول لشوتو ايه ده، اكيد الشنطه دي اتبدلت مع سانديا واحنا بنتسوق. وبتروح سانديا على المشتل وبتكون سرحانه. فبيقول لها جاي بتفكري في ايه؟ فبتقول له ولا حاجه خلصت شغلي وهروح. فبيقول لها تعالي نروح نشرب قهوه. وبتساله سانديا انت مرتبط؟ وبتفضل تمدح في جماله ووسامته. فبيقول لها لا بس هموت وارتبط بيكي. وبيقوم يدخل الحمام وبيقول لنفسه والله غبي، طب استغل الفرصه بقى وقول لها بحبك. وبيخرج وبيقول لها انا عمري ما كان ليا صديق. فبيبص يلاقي جانو قاعده على الترابيزه وبتقول له وانا بقى ايه، رجل كرسي يعني قدامك ولا ايه؟ فبيقول لها لا بقول لك ايه الا جانو. وبيعرفهم على بعض وبتقول له جانو انا عاوز اتكلم معاك. وبتمشي. فبيقول لها حاضر انا جاي وراكي اهو. وبيرجع جي على البيت وبيلاقي جانو قاعده ومستحلفه له وبتفضل تضرب فيه وبتقول له فيها ايه احسن مني. فبيقول لها اهدي بس، هو في حد احسن منك في الدنيا دي؟ بس القلب وما يريد بقى هنعمل ايه؟ فبتقول له يعني ايه انا مش هعرف اجي هنا تاني براحتي ولا ايه؟ فبيقول لها يا شيخه بقى ده اسمه كلام؟ ايه تعالي وكلي واشربي ونامي معانا كمان لو عاوزه. وبيتهجم منى على سبا اللي بيشتغل مع باباه وبياخد منه فلوس بالقوه وبيمشي. فبيروح سبا وبيشتكي لبجوان. فبيقول له بجوان اعتبره عيل صغير وغلط وما تجيش تشتكي من ابني تاني لاني ما بحبش كده ويلا بقى امشي من هنا ونعم الاب الفاسد يا شيخ. وبيشد منى كوكايين احسن. وبيروح لسبا في السكن بتاعه وبيتخانق معاه وبيوقعه على الارض حسبي الله، لا وكمان بيتبول فوقيه وبيقول له بقى روح اشتكي لبابا تاني وانا المره دي بقى هبقى اقتلك. وبيحس سبب الاحراج قدام جيرانه وبيروح ينضم لكولاكارني واخوه وبيتجنن بجوان لما بيعرف وبيقول له جورو خلينا نفكر هنعمل ايه، سبا عارف كل حاجه عن شغلنا. وسانديا بتتصل على جي عشان تقول له انها مسافره وبيقفل موبايله وما بيردش عليها. وبيقول جورو الحل الوحيد اننا نقتل سابا. فبيقول له مانو فكره ممتازه. فبيقول لهم جاي لو اي حد دخل منطقه كولاكارني هيرجع ميت. فبيغضب منى جدا وبيمشي. وبيقول بجوان لجاي روح اقتله ده قرار نهائي. فبيقول له جاي سبب يشتغل معانا بقاله اكتر من 20 سنه بكل اخلاص، انا هروح له بس مش هقتله وهجيبه لكم لحد هنا وبعد ما تسمعوه لو لقيتوه غلطان ابقى اقتله. وبتبعت سانديا رساله لجاي وبتقول له انا مسافره على قريتي ببلاسه عشان اشوف جدتي لانها تعبانه جدا. وبيخطف جاي راهول ابن سنبات وبيوديه لجورو وبيقول له خليه هنا رهينه عشان اقدر اخرج من
منطقة كولاكارني بأمان. وبيروح جاي على منطقة كولاكارني وبيسلم سلاحه وبيدخل يقابلهم. فبيقول له كولاكارني انت اكيد جاي من عند باجوان علشان غضبان يعني. فبيقول لهم مع الاسف انا جاي من حفلة عيد ميلاد راهول. فبيغضب سنباد جدا وبيقول له ابني فين؟ فبيقول لهم اطمنوا هو بخير. فبيقول له كولاكارني عرفني مكانه وانا هبعت الرجالة بتاعتي، واول ما ياخدوه ويمشوا هسيبك تمشي مع سابا على طول. فبيعرفه وبيقول جاي لسابا ليه عملت كده؟ فبيقول له عاوزني اعمل ايه يعني بعد ما فقدت احترامي قدام الناس بسبب ان منى اتبول عليا وهددني بالقتل؟ فبيقول له طب كنت عرفني، انا هاخدك من هنا واعرف باجوان اللي حصل وما تخافش من اي حاجه طالما انت مش غلطان. وبيرجع منى على البيت وبيقعد معاهم وبيسأل على جانو. فبيقول له راهول هي حلوه؟ فبيقول له رهيبه. فبيقول له جورو وجانو طب وهتيجي هنا ليه وهي بتحب جاي وعلى علاقه معاه ومش بتطيقك اصلا؟ وبيفضلوا يضحكوا. فبيغضب منى جدا وبيقتل راهول وبيوصل الراجل بتاع كولاكارني فبيقتله منى هو كمان. وبيقول له جورو عرفني جانو فين دلوقتي؟ فبيقول له في شقه جاي. وبيكون عمل كده عشان يوقع بينهم. بيكون جاي منتظر وبيتصل كولاكارني على الراجل بتاعه لكن ما بيردش عليه. فبيشك جاي ان في حاجه حصلت وبيجري عشان يهرب لكن رجاله كولاكارني بيفضلوا يطاردوه. فبيضرب جاي اللي بيقابله وبيطلع يجري على السطوح وبيقتل في رجاله كولاكارني. وبيوصل للعربيه بعد معاناه وبياخدها وبيهرب من المنطقه. وبيتصل جورو عليه وبيقول له منى قتل راهول والراجل بتاع كولاكارني راح البيت عندك لجانو. فبيقول له جاي ولسه فاكر تقول لي دلوقتي؟ وبيقفل بسرعه. وبيتصل جاي على جانو لكن مش بتسمع الموبايل وبتلاقي منى في وشها وبيتهجم عليها علشان يغتصبها. فبتبعده عنها وبتضربه بالقلم. فبيضربها منى بالبوكس في وشها يجرحها وبيفضل يضرب فيها بكل غضب لحد ما هوب بيلاقيها ماتت في ايديه. وبيوصل جاي وبيلاقي جانو قطع النفس فبيغضب جدا وبيقوم وبيفضل يضرب في مانو بالبوكس وبيديله رجل يطيره من ازاز الشباك وبيوقعه على عربيه جورو وهو جاي. وبينزل جورو وبيشوفه فبيلاقيه مات فبيقف وهو مصدوم في مكانه. وجاي بيحضن جانو وبيفضل يعيط. وبيكون الكلب جورو هو اللي ورا كل ده عشان يوقع بين جاي وباجوان. وبيتصل جورو على باجوان وبيعرفوا ان جاي قتل ابنه. وبيطلع جورو لجاي وبيعمل نفسه خايف عليه وبيقوله لو باجوان عارف انك قتلت ابنه هيقتلك اهرب من هنا بسرعه. لا حنين قوي. لكن جاي بيقوله وانا مش هستنى لحد ما يعرف، انا اللي هروح واحكي له اللي ابنه عمله عشان هو لازم يعرف اني مش غلطان. وبيتصل جورو على نارسين ورجالته وبيقول لهم جاي يتحرك. فاوام بيروحوا يستنوه على الطريق علشان يخلصوا عليه. وبيطعن ده جاي في جنبه وبيقول له نارسين باجوان امر بقتلك. فبيفضل جاي يضربهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم كلهم. فبيقول له نارسين باجوان مش هيسيبك غير وانت ميت. فبيخبطوا جاي على راسه وبيسيبه ويمشي. وبيقف باجوان قدام جثه ابنه يصرخ وبيتوعد لجاي. وبيروح جاي لشوتو عند المشتل وبيحكي له اللي حصل. فبيقول له شوتو وانت هربان ليه؟ روح وواجه باجوان واقتله قبل ما هو اللي يقتلك، انت مش غلطان في حاجه. فبيقول له جاي بس انا ما نسيتش المساعده اللي قدمها لامي ولاختي وانا مش هقدر اقتله ابدا لو هاجمني، علشان كده انا لازم امشي من هنا وانت كمان لازم تمشي. فبيحزن جدا شوتو وبيقول له انا ماليش حد غيرك في الدنيا. وبيحضنه وبيمشي. وبيشوف جاي رساله ساندية وبيرمي مفتاح عربيته ويسيبه ويمشي. وبيروح جورو الكولاكارني وبيتحالف معاه ضد باجوان. وباجوان بيحرق جثه ابنه وهو حزين جدا. وبيسال جورو لقيته جاي؟ فبيقول له لا لسه بس الرجاله كلهم بيدوروا عليه. وبيقول اشوك لساندية ما كانش لازم تيجي هنا علشان المشاكل اللي بيننا وبين شيفا. فبتقول له الجده هي كلها كام يوم وهنرجع وان شاء الله يعدوا على خير. وبتطلع ساندية وبترن على جاي وبتلاقي موبايله مقفول وبتنادي عليها لاكشيمي وبتقول لها ان في حد بيسال عليك. فبتنزل ساندية وبتلاقي جاي فبتتفاجئ وبتعرف عيلتها عليه. وبتقول له الجده انت ضيفنا وتقدر تقعد هنا براحتك. وبتاخده ساندية وبتقعده في اوضتها. فبتدخل لاكشيمي ترخم عليهم. فبتقول لها ساندية لو ما خرجتيش مش هخلي اخويا يتجوزك. فبتقول لها لا يا اختي وعلى ايه اتكلموا براحتك. وبتساله ساندية انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها جيت عشان اقول لك موبايلي ضاع. يا راجل وعرفت ان هنا ازاي لما هو ضاع؟ وعلى العموم انا مبسوطه جدا انك جيت. وبتخرج وبتسيبه يرتاح. وتاني يوم الصبح بتدخل ساندية الاوضه على جاي لكن مش بتلاقيه. وبتلاقيه سايب ساعته لانها بايظه. وبيبص جاي على المنظر الطبيعي ده وبيفتكر لما كان بيجري هو واخته في مكان زي اللي هو فيه ده. فبيفضل يجري. وبتروح ساندية تجري وراه وبتقول له في ايه انت عليك طار ولا ايه؟ فبيقول لها لا اصل افتكرت ذكريات طفولتي. فبتقول له طالما جيت على القريه يبقى هتفتكر كتير قوي. وبتاخده في جوله على الجرار وبيوقف البهلوان راو اقصد الشرطي راو الجرار على الطريق. وبيركب مع جاي وساندية وبيفضل يرغي مع جاي لحد ما بيزهقه. فبيزقه جاي يوقعه من على الجرار وبيقول له يا اخي عرفتني بقى. وبيروح جاي مع ساندية على مهرجان القريه وبيشوف ناس شكلهم غريب جدا بيكونوا بيبصوا على ساندية فبيشك فيهم. وساندية بتشتري اساور وبتخلي جاي يلبسها لها وبتدخل تتصور معاه.
وبيقول اشوك لجاي ايه رايك تجرب لعبه تحطيم الابريق وانت مغمي عينيك؟ فبيقول له ماله نجرب. وبيغمي عينيه وبيمسك العصا وبينط وبيحطمه من اول مره، وطبعا الكل بينبهر بيه لان محدش منهم قدر يعملها. وبيتصل شوتو على ساندية وبيساله على اخباره وعلى جاي كمان، فبتقول له بخير وبتدي الموبايل لجاي. فبيقول شوتو لجاي انت ما قلتش حاجه لساندية؟ فبيقول له لا. فبيقول له خلاص يبقى ما تقولهاش وابدا حياه جديده معاها. وبيقفل وبتقوم حرب كبيره بين باجوان وكولا كارني واخوه، وبيفضلوا الطرفين يقتلوا في رجاله بعض لحد ما في النهايه بيقدر كولا كارني واخوه يستولوا على كل حاجه بمساعده جورو، وبيخسر باجوان قوته بسبب الشيطان جورو. وجاي بيلبس زي بتوع القريه بالظبط وبيفضل يتفرج على ساندية وهي بترقص في المهرجان. وباجوان بيروح برجالته على مشتل جاي وبيدمروه خالص. وبيروحوا البلطجيه دول على بيت ساندية بالليل وبيشوفهم اشوك وبيفضل يضرب فيهم وبيمسكوه وبيقول ده هات لي ساندية. فبيصحى جاي على صوتهم وبيخبط ده في وشه ويخبط ده في وشه قبل ما يقتلك اشوك، وبيفضل يضرب في الباقيين. وبيقوم اشوك وبيضرب معاه لحد ما بيخافوا البلطجيه وبيهربوا. وبيزعق اشوك مع اخته وبيقول لها ما انا قلت لك ما تجيش من كلاكوتا على هنا. وبيسال جاي انت ازاي قدرت تضرب ناس زي دي بالبساطه دي كلها؟ فبيقول له لما تلاقي حد بيساعدك ما تسالوش ازاي، لانك لو في مكاني كنت عملت زيي بالظبط. وبيتجمع اشوك مع قرايبه وبيقول لهم انا هروح للشرطي راو وهضربه واعرف منه مكان شيفا واقتله. وبيسمعوا جاي وبيسال جاي ساندية عن مشكلتهم. فبتقول له شيفا المجرم كان بيقتل الفلاحين وبيعذبهم عشان يقطع الاشجار ويهربها من الغابه، وانا ما قدرتش اتحمل اللي بيحصل وشجعت الفلاحين وقدمنا شكوى ضده والشرطه جت واعتقلته، لكن اتوعد بالانتقام مني وهو بيركب معاهم. وبعدها اخويا اشوك صمم ان انا اسيب القريه كلها واروح على كلاكوتا، وانا اسفه اني دخلتك في مشاكلي. فبيقول لها لا ابدا يا اختي، روحي نامي انتي وارتاحي، ما هو الهم ورايا. وبيروح جاي للشرطي راو وبيخدعه بالكلام وبيقدر يعرف منه مكان شيفا في الغابه. وبيكونوا رجاله شيفا متغاظين جدا ان جاي ضربهم وبيحكوا لشيفا اللي حصل. وبيروح لهم جاي الغابه وبيولع في البيت اللي قاعدين فيه وبيهجم على شيفا وبيخلص عليه، لكن بتتقطع شنطته وهو بيهرب. وبيروح اشوك ورجالته عند البيت وبيلاقوه بيولع ومحدش هناك خالص. وبيلاقي اشوك شنطه جاي. وتاني يوم الصبح بيفوق راو وبيلاقي شيفا متعلق في شجره قدامه ميت والناس حواليه، وبينسب له جاي الفضل في قتل شيفا. فبيقول له راو يا راجل انا عملت كده والله ما مصدق نفسي، ده انا ما اقدرش اقتل النمله حتى. فبيقول له جاي لو ما قبلتش الوضع وقلت ان انت اللي قتلته الفضل كله هيتنسب لاشوك. فبيقول له لا وعلى ايه؟ اشك مين يا عم والناس نايمين؟ انا اللي قتلت شيفا، واللي مش عايز يصدق ان شاء الله ما صدق. فبيغضب اشوك جدا وبيمشي لانه ما بيكونش مصدق. وبيحتفلوا اهل القريه بموت شيفا وبيغنوا وبيرقصوا وجاي معاهم طبعا. وبيصدق راو نفسه وبيعمل فيها اسد الغابه. وبيروح باجوان يعذب حبيبته شوتو وبيسالها على مكانه، فبتقول له ما اعرفش. فبيخليها تكلمه وتطلب تقابله. فبيقول لها شوتو هقابلك في فندق خارج المدينه. فبيقتلها باجوان وبيمشي. وبيروح شوتو على الفندق وبيلاقي رجاله باجوان هناك وبيضربوه وبياخدوه لحد باجوان. وبيسالوا باجوان على جاي فبيقول له انا عارف مكانه بس مش هقولك. وبيجي فيديو لباجوان على الموبايل وبيكون لجاي مع ساندية فبيعرف مكانه. وبيخلي الراجل بتاعه يخنق شوتو بالكيس البلاستيك ده يموته. وبتجيب ساندية لجاي ساعه هديه. فبيعترف لها جاي ان هو اللي قتل شيفا وبيبدا يعرفها حياته. وبيقول لها بعد ما بابا مات كنت صغير جدا ومش عارف هحمي امي واختي ازاي، لكن الناس ما رحموناش واغتصبوا امي واختي لحد ما موتوهم. ووقتها انا يأست من الحياه كلها وحسيت بالعجز لحد ما لقيت باجوان بيشدني من ايدي وخدني عند اللي اغتصبوهم وادالي مسدس وخلاني انتقم منهم. وساعتها قررت ان افضل معاه واساعده العمر كله. وبيحكي لها عن حياته مع باجوان لكن بصوره مختصره يعني. فبتتصدم ساندية وبتقول له ايه ده انت جاي تعرفني بعد ما حبيتك؟ فبيقول لها وانا كمان بحبك من كل قلبي، علشان كده انا مش عايزه اخدعك ابدا. فبتجري ساندية وبتحضنه وبتقول له مفيش اي حاجه من اللي انت قلتها دي ممكن تخليني ابطل احبك ابدا. وبتمشي. وبيمشي جاي في الغابه وبيفكر في كلامهم وبيلاقي سنبات برجالته بيهجموا عليه بالرشاشات. فبيجري جاي وبيستخبى وبيجي اشوك وبيساعده لانه عارف ان هو اللي قتل شيفا وبيقتل في رجاله سنبات. فبيجري جاي وبياخد مسدس من اللي على الارض وبيقتل هو كمان معاه. وبيفضل هو وسنبات يضربوا نار على بعض وبيخلص مسدس جاي وبيطير سنبات يوقعه وبيفضلوا يضربوا في بعض وبيضربوا جاي حته رجل بيدخل رقبته في غصن الشجره فبيموت على طول. وبيتصل جاي على ساندية واول ما بترد بتلاقي حد وراها وبيضربها حته قلم وبيخطفها. فبيسمعها جاي وبياخد مفاتيح عربيه اشوك وبيقول له خليك انت هنا وانا هروح انقذها لان دي حرب انا
وانا اللي لازم انهيها. وبيروح جاي على المشتل وبياخد سلاح وقنابل كان مخبيها في الزرع، وبيغير لبسه وبيروح على منطقة كولاكارني وبيقتل رجالته وبيفجر المنطقة كلها وبيحولها لخرابة، وبيدخل البيت لكولاكارني وبيفضل يضرب في رجالته وبيقتل فيهم بالسكاكين واحد ورا التاني، وبيهجم كولاكارني بالسيف عليه فجاي بيصد ضربته وبيفضل يطعن فيه بالسكينة وبيقول له فين سانديا والا هقتلك. فبيقول له يا اخي انا ما اعرفش مين سانديا دي اصلا. فبيقول له امال سمبات وصل لي ازاي؟ فبيقول له لا ما هو جورو اللي عرفه مكانك لانه خانكو وقبل عرضي اللي انت رفضته. فبيقول له اتصل عليه وبيقتل جاي كولاكارني وبيرد جورو بيعرفه انه لسه عايش. فبيخاف جورو وبيركب عربيته عشان يهرب، لكن بيلاقي جاي في وشه وبيسأله عن سانديا. فبيقول له باجوان هو اللي خطفها وقتل شوتو، وبيفضل يتوسل له عشان ما يقتلوش، لكن جاي ما بيسمعلوش ابدا وبيفجر بيه العربيه وبيروح لباجوان البيت وبيلاقي سانديا عنده. فبيقول له باجوان انا وثقت فيك وانت قتلت ابني. فبيقول له ابنك قتل جانو قدام عيني وبدون رحمه واضطريت اقتله. فبيقول له انا خسرت قوتي بسببك انت. فبيقول له جاي قول بقى انك زعلان عشان ابنك وخرج سانديا من مشاكلنا وسيبها هي تمشي. فبيرفع باجوان المسدس عليه، فبيرفع جاي المسدس هو كمان عليه. فبيقول له باجوان بتباني علشانهم؟ ده انا اللي اديت لك الحياه بعد موت مامتك واختك، هو ده المقابل؟ فبيقول له جاي انا فنيت 20 سنه من عمري عشان اساعدك وجيت دلوقتي عشان اخد سانديا وامشي مش عشان اقتلك. سيب سانديا وما تجبرنيش على قتلك. فما بيسمعلوش باجوان وبيضرب سانديا بالنار. فبيقتله جاي وبياخد سانديا على المستشفى وبتخف سانديا وبيعيشوا مع بعض في القريه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا، ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.